ازيكم عاملين ايه؟ حبيت النهاردة اشارك معاكم تجربة كده كنت عشتها. كانوا عاملين يوم صحي في الحضانة بتاعت بنتي، فكان اليوم كله صحي، كان كله حاجات صحية. فانا حبيت اقدم لهم في اليوم ده، عملت لهم النوتيلا الصحية بتاعتي. عايزة اقول لكم انبهروا بجد بيها. إيه، لو عايزين تدخلوا على الفيديو بتاع النوتيلا على طول هتلاقوه في الدقيقة رقم 4. بس أنا حبيت هنا في الأول أشارك معاكم اليوم كان عامل إزاي. دي بنوتي الصغيرة ودي الحضانة بتاعتها. فهي هنا كانت بتختار حاجات كده من الفاكهة، كان اليوم كله حاجات صحية بس، فكل واحد كان بيقدم فكرة صحية من الحاجات اللي عنده. هنا كانت أنواع سلطات كتيرة مختلفة، يعني حاجات كنت فاهماها وحاجات بصراحة ما كنتش فاهماها. لدرجة إن حتى الألعاب اللي كانوا بيشاركوها في اليوم ده كانت ألعاب برضو صحية. يعني حتى الألعاب كانت عبارة عن حاجات عن الخضروات وعن الفواكه، كلها حاجات صحية وتخلي الأطفال تتعرف على كل أنواع الخضروات والفواكه وكل الأكل الصحي. فهنا كانوا لو جمعوا التلاتة شكل واحد يبقى هما كده خلاص تمام كسبوا. دي كانت أنواع ألعاب تانية كتير كلها حاجات صحية، كلها بتتكلم يعني عن الأكل الصحي أو الخضار الصحي. ودي كانت حاجة عاملينها كأنهم بيعملوا فاشنج للحاجات دي، بيصطادوها بس بطريقة مانيوال كده بإيديهم. ودي برضو هما بيبقوا عاملينها بإيديهم. أفكار كتيرة قوي كانوا عمالين يشاركوا فيها. بصراحة أنا كنت مبسوطة جدا لأنها كانت حاجة مختلفة بالنسبة لي. دي كانت عن كل أنواع المكسرات تقريبا. بيقعدوا يتشاركوا فيها وبيقعدوا يتكلموا عنها. ودي هنا جميع أنواع البقوليات. برضو الأطفال يعني حاجة حلوة، حسيت إنها حاجة جميلة إن الأطفال في الوقت ده تبقى عارفة يعني إيه أكل صحي وتبقى عينيها واخدة عن كده. ودي نظرة سريعة كده عن كل الحاجات اللي هم عملوها وكانوا بيقدموها بشكل جميل قوي. وكل وصفة بيقدموها بيكتبوا معاها ورقة بالطريقة اللي عملوا بيها الوصفة دي. والنوتيلا القمر دي اللي انا مقربة عليها دي بقى بتاعتي، دي اللي انا عملتها بتاعتي. ودي بقى كل الاشكال والحاجات التانية، حاجات كنت فاهماها حاجات لا، حاجات اخدتها سكرين شوت علشان اترجمها بالانجلش او بالعربي واعرف افهمها واعرف اعملها اللي بعد كده. حتى ممكن اشارككم ان شاء الله الوصفات دي لو لقيت منهم وصفة حلوة وحلوة لينا احنا كمان كعرب. اكيد هشاركها معاكم. السلطة الحمرا دي كانت أكتر حاجة عجباني في الأكل كله من بعد الحاجة الحلوة. ودي النوتيلا بتاعتي. تجربيها السلطة جربي الحمرا دي كده. كانت بالبنجر. ايه عايزة أقول طعمها؟ لكم هنا كنت باخد رأي بنتي وبقول لها إيه رأيك في النوتيلا. حلوه دي طعمها زي اللي انت بتعمليها. بجد. طب خدي. انت اللي عاملاها صح؟ كوكي في النوتيلا. جميلة جدا عشان انت اللي عاملاها وهي طعمها احلى من الاكل التاني. مين ايه اكتر اكل النهارده عجبك في الاكل ده كله؟ ده النوتيلا بتاعت ماما. ده عشان انتي متعوده عليها ولا عشان هي بجد حلوه؟ هي بجد حلوة. اللحظة دي بقى اللي أنا كنت مترقباها، كنت عايزة أعرف رد فعلهم إيه. وانبسطت قوي لما لقيت كل الأطفال والكبار يعني بجد كانوا ورا بعض. عجبتهم جدا وكانوا متشوقين قوي إنهم ياكلوها، وبعد ما بياكلوها بيرجعوا تاني ياكلوها لأن هي بجد جميلة. يعني صحية، حاجة صحية وفي نفس الوقت لما بتيجوا تاكلوها مش بتحسوا بطعم اللي هو ان انتوا متضايقين من انها صحية. فاهمين قصدي؟ يعني كأنها اصلا، انا بالنسبة لي دي طعمها احلى من النوتيلا العادية. انا مش بحب النوتيلا العادية قوي، لكن النوتيلا دي بجد طعمها حلو قوي قوي. فعايزة اقول لكم انها عجبت الناس جدا جدا، وانا كنت مبسوطة جدا ان كل الاطفال والكبار حتى اللي كمان كانوا شغالين في الحضانة نفسها كانت عاجباهم قوي. ودي كانت حاجة كده في آخر اليوم كانوا بيعملوا فروت سالاد وكل واحد كان بيقطع السلطة بتاعته بيعملها. نيجي هنا بقى للفيديو. النوتيلا ده بندق متحمص جاهز، أنا مشترياه متحمص جاهز. لكن لو هتشتروه اللي هو ني، بتحطوه في الفرن لمدة 10 دقايق على حرارة متوسطة لغاية لما يتحمص وتقشروه وبس كده يبقى جاهز عندكم. هنا هحط البندق بتاعي في الخلاط أو في الكبة يعني، وهفرمه كويس قوي لمدة 5 دقايق تقريبا. افضل اطحن فيه كده. ممكن تعملوها برضو على النبضات، يعني مثلا نص دقيقة وتوقفوا، نص دقيقة وتوقفوا لحد لما يتفرم عندي كده. بعدين بجيب سباتشولا واحاول انزل كل الجوانب علشان كل حاجة تتفرم مظبوط، يبقوا كلهم مفروم ميبقاش فيه اي تغيرات خالص. وهنا ابتديت ارجع افرمه مرة تانية لحد لما البندق عندي هيطلع الزيوت الطبيعية بتاعته. انتوا ممكن في الوصفة دي تستخدموا بندق او تستخدموا فول سوداني او تستخدموا كاجو
هتستخدموا ميكس ما بين اي نوع مكسرات زي ما انا عملت معاكم قبل كده، فول سوداني وبندق، فول سوداني وكاجو، اي حاجه انتوا بتحبوها. بعد ما فرمته وداب تماما هبتدي احط العسل. انا حطيت حوالي معلقتين كبار من العسل، وده ايد الصغنن بتاعي وهو مترقب للنوتيلا لانها عارفه النوتيلا بتاعتي وبتحبها جدا. حطيت معلقتين من الكاكاو وحطيت نص كوبايه من اللبن. هكتب لكم كل المكونات بالظبط على حسب الكميه اللي انتوا هتحطوها من المكسرات ومن اللبن ومن الزيت ومن العسل. وهقول لكم في الاخر برضو الكميه دي بتعمل برطمان حجمه قد ايه. في الاخر خالص بخلي الزيت بتاعه وببتدي اضيفه معلقه معلقه وابتدي اضرب. الزيت ده بيخلي الخليط عندي متماسك شويه. يعني شايفين في الاول كان ميه قوي، وكل ما بحط زيت كل ما بيتماسك اكتر. فهنا القوام بتاع النوتيلا هيبقى في ايديكم. لو انتوا عايزينه يبقى ماهي اكتر زودوا لبن. لو انتوا حسيتوا ان هو بقى ماهي قوي منكم كده وعايزين تخلوه سميك شويه يبقى تزودوا معلقه معلقه من الزيت لغايه لما توصلوا للقوام المناسب. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها بتاعتي وحطيتها في البرطمان. تقدروا تحتفظوا بالبرطمان ده في التلاجة علشان اللبن اللي احنا حاطينه ما يبوظش. اتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم واشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.